اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده بقى زي ما انتم شايفين مواعين ورايا قبل ما بمشي عند حماتي بتكون مخليه المطبخ ده زي الفل ومتشطب. اجي من شقتي الاقي ده كده في الحوض ليه؟ انا مش فاهمه. المواعين دي ورايا يا جماعه، في حد زي كده ولا انا لوحدي؟ نشطب بقى مواعيننا الاول النهارده كده ما علينا عشان ما نريش كتير وتقولوا عليا رغاي. نخلص المواعين ونوضب المطبخ ونخلص الحوض ده ونخليه مرايه كده حلوه. وبعد كده هنعمل غدا حلو قوي النهارده. طلبوه مني وسالوني كتير عليه. هنعمل مع بعض الخبيزه. هعملها بقى بطريقه حماتي، واللي بيعملها زيي يقول لي في الكومنتات، واللي بيعملها بطريقه مختلفه برضه يقول لي. ناخد افكار، انتوا تاخدوا افكار وناخد افكار، يلا ناخد افكار من بعض ونفيد بعض. بحبكم في الله. حطوا لي لايك بقى للفيديو، اللي لسه مشتركش يلا قوام كده تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر يضغط عليها. اول حاجه زي ما انتم شايفين هي حماتي مقطفه الخبيزه. هوريكم الخبيزه واوريكم هي بتضيف لها ايه. بصي دي ورقة الخبيزة خلاص. بتضيف لها بقى اللي هو الشبت، كام عود شبت كده، وبتضيف لها سلق، وبتضيف لها كزبرة. بصوا الشبت او بدور على السلق. بص السلق او السلق احنا عارفينه كلنا، السلق اللي بنحطه للقلقاس. خلاص اللي هو بنحطه للقلقاس، بنعمله قلقاس بالخضرة، ده السلق. وضايفين شبت، وضايفين كام عود كزبرة كده، يعني مش كتير، يا بتحطي كام عود كده بحيث بس من الريحة. بس مش فاهمة السلق ليه. يعني لو انتوا بتعملوها بطريقه مختلفه عن كده قولوا لي برضو، واحنا ناخد افكار من بعض. خلاص يعني اللي بيضيف لها السلق يقول لي. انا والله ما عارفه هي دي، انا بعملها بطريقتها لان انا بجد ما عملتهاش خالص في بيت ابويا، فجيت هنا بياكلوا خبيزه فعرفتها منها وبعملها. زي ما انتوا شايفين الخبيزه متقطفه ومتضاف لها سلق وشبت وكزبره. مسكتها بقى في الطبق، نقعتها في ميه وحطيت لها حبه خل وسبتها حوالي 10 دقايق. بحب اعقم اي خضار بالخل. هنغسلها بقى كده وننضفها ونروق عليها لغايه ما الميه بتاعتها دي تروق خالص. بص هوريكم الميه بتاعتها. الخبيزه من اكتر الحاجات اللي بتبقى في الارض او بتبقى مزروعه في الارض ولما تراب يا جماعه. بصوا فيها ميه بطينه كده كتير قوي. هنغسلها غسله حلوه لغايه ما الميه دي تروق معانا وتبقى زي الفل. خلاص. بس هغسلها 3 4 مرات كده لما تنضف وتبقى زي الفل كده معايا، واحس ان هي ايه، الميه بتاعتها راقت خالص ما فيهاش اي حاجه خالص. بس هغسلها بقى، وبعد ما بغسلها بروح مصفيه في المصفى وادلق الميه، وارجع احطها في الطبق تاني وافضل معاها كده لغايه ما الميه زي ما قلت لكم تروق وتبقى نضيفه. بصوا دي الكزبره اهي. خلاص الكزبره اللي هي بتبقى زي الشبت والبقدونس، كلنا عارفين الكزبره طبعا يا جماعه. خلاص يبقى بنضيف للخبيزه سلق وكزبره وشبت. ده كده الاول، لسه هنضيف لها اضافات تانية. وتعالوا ايه، خليكم متابعين الفيديو معايا عشان تشوفوا طريقة الخبيزة صح. وهنحط لها مكون واحد هتخلي الخبيزة معاكي خضرة جدا. يعني كأنك ما حطيتهاش على النار ولا استوت ولا اي حاجة. بجد هتخلي خضرها ده في منتهى الجمال. ومكون خالص صغير كده، بصوا هيودي الخبيزة دي في حتة تانية. كده خلاص غسلت الخبيزة ونضفتها وبقت زي الفل. وميتها رقت خالص معايا اهو. هشطفها كمان شطفة وبعد كده خلاص. بس كده. بعد ما شطفتها بقى وشطفت الطبق كده وشلته راخر، تعالوا بقى الخبيزه بتاعتنا حطيناها في الحله اللي احنا هنسلقها فيها. هتضيفي لها ايه؟ هنضيف لها بصوا بقى بصلتين وسط كده حلوين، ووحدتين طماطم وتوم. دي كل الاضافات اللي انا بضيفها لها في السليق. بس وخلاص. قطعي بقى عشوائي كده كل ده يتضرب في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر هتعملي بيه. بس انا هعملها في الخلاط لان معظمنا كلنا مش عندنا هاند بلندر. بس خلاص كوبايه ميه بقى كده، وبعد كده هرفعها على النار. حطها على النار بقى وغطيها. في الاول النار بتبقى عالية، وبعد كده بهدي عليها النار بتستوي بقى براحتها. خلاص. بس كده غطيها بقى وسيبيها. بنزل بس من الجوانب عشان ما تلزقش من الجوانب. بس بعد ما غليت بقى بتسلكي كده بين بالجوانب كده عشان الورق ما يلزقش في الجانب بتاع الحلة. بس كده نضفي الجوانب بتاعتك عشان ما يبقاش فيها ورق لازق. طبعا بتنزلي الثوم والبصل والطماطم في قاع الحله من تحت علشان ياخد ايه سوا ويستوي. هو اول حاجه ان الخبيزه من النوع اللي ما تاخدش سليق خالص بتستوي بسرعه جدا. بصوا هضيف لها بقى المكون اللي قلت لكم عليه، نص معلقه صغيره قوي من بيكربونات الصوديوم، اللي هي الكربوناتو، مش البيكنج باودر، لا الكربوناتو اللي بنضيفه للطعميه. بصوا اهو. بصوا بقى اول ما حطيته خلى لونها اخضر وعامل ازاي. ما تحطيش كتير، يا دوب شعره بسيطه قوي على سن المعلقه الصغيره. احنا بنحط بس الكربونات علشان يدي معايا لون، عشان الخبيزه بتاعتك ما تبقاش غامقه قوي.
بس خلاص بصوا التوم استوى اهو، والخبيزه شلت ورقه خبيزه لقيتها ناعمه خالص في ايدي كده، طفيت عليها النار. تعالوا بقى ايه نشوف المرحله اللي بعد كده. هنشيل بقى الخبيزه كده في شفشق الخلاط وهنضربها. عندك هاند بلندر هتعمليها في الحله زي ما هي كده، تهرسيها بالهاند بلندر اللي هو الخلاط اليدوي على طول، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. ويفضل يعني ان هي تتعمل بالهاند بلندر مش بالخلاط. حماتي على فكره بتحبيني اصفيها بالمصفى على ايدي، بس بتاخد معايا وقت جامد قوي وبتاخد مجهود جامد، وانا النهارده تعبانه جدا مش قادره، فقلت اعملها في الخلاط بقى وزي ما تيجي. بعد ما بتنزليها من الخلاط على المصفى كده وبتصفيها واحده واحده وبس وخلاص. وكده الخبيزه بتاعتنا صفيتها. وتعالوا بقى ما شاء الله مش قادره اقول لكم بقت زي العسل. هنضرب دول بس كده في الخلاط زي ما ضربنا دول، مش ضرب ان انت بتضربيهم قوي، لا بصي تكه كده وبتقفلي وتكه وبتقفلي بحيث ان انت ما تنعمهاش قوي. خلي بالك من الحته دي، بصي اهي بصي تكه وبقفل، تكه كده وبقفل عشان ما تنعمش معايا قوي، عشان لو نعمتيها هتبقى مش حلوه بصراحه يعني. خليها ان هي ايه ما تبقاش ناعمه قوي. بصوا حماتي بتحبيني هرسها كده بالمصفى العاديه. ادي الخبيزه بصوا لونها وخضرها وجمالها عامل ازاي. تعالوا بقى عندنا شوربه لحمه هخفها بيها. عندك شوربه بط، عندك شوربه فراخ بلدي، اهم شيء الخبيزه بتحب الشوربه الدسمه يا جماعه. بصوا خلاص كده انا زودتها شوربه. خفيها بقى بالشوربه وعينيكي هتوريك القوام بتاعها. مش هقدر اقول لك هتخفيها قد ايه لان على حسب الكميه اللي قدامك. خلاص بعد ما زودتها الشوربه هرفعها على النار. اول ما بتغلي هضيف لها ايه صوبة رز صغير خالص. ممكن بدل الرز تحطي لحمه مفرومه لو متوفره عندك. حطيت الاول رشه فلفل اسمر والملح بتاعها مظبوط، انا دقتها حلوه. وادي صوبة الرز بصوا صوبة على قد ايدي كده بس كده. هغطي بقى كده وهسيب الرز يستوي نص سوا، مش بسوي الرز قوي لان مع السخونيه الرز بيستوي تاني. بس كده خلاص. معايا بقى بصوا اهي كده الرز بتاعي بدأ استوى. معايا بقى الطاسة او القلاية اللي هعمل فيها فص التومة على النار. هحط معلقة من الدهن، ممكن تحطي سمنة تحطي زيت ذرة اللي يريحك خالص. انا هحط معلقة دهن كده وهنقلي التومة، بس هنقص منها حتة حسيت ان هي كتير علشان ما تبقاش دسمة قوي. معايا كده توم دقاه في الهون فريش. خدت معلقه تومه وهقلب بقى التومه بتاعتي لغايه ما تاخد لون دهبي حلو كده. هنزل عليها بمعلقه كزبره مطحونه، كزبره ناشفه مطحونه. بس كده خلاص ولا اي حاجه خالص، الموضوع سهل جدا. وهتاكلي احلى طبق خبيزه وادعيلي واعملوها بقى وقولي لي ايه رايكم في الكومنتات. اللي بيعملها بطريقه مختلفه يقول لي برده، كلنا بناخد افكار من بعض. بس خلاص كده ادي التومه بتاعتي اخدت لون دهبي حلو. هنزل بقى ايه على الخبيزه طشه كده زي طشه الملوخيه. مش قادره اقول لكم الريحه اقسم بالله قلب البيت كله حاجه كده فوق الروعه. يلا احلى طبق خبيزه. تعالوا بقى نغرف الخبيزه وتعالوا بقى جنب طبق، جنب رغيف محمص كده جميل هتاكلي احلى خبيزه وطبق مخلل. مش قادره اقول لك بقى وادعيلي. نجيب الطبق بقى كده ونغرف الخبيزه. الله على الريحه، الريحه قلب الدنيا بجد تحفه. بس بصوا بقى ادي طبق الخبيزه وادي العيش المحمص. وتعالوا بقى ايه تعالوا الغدا معانا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.